ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير كل اللي بيشوف قناتنا أكلات بيرو. النهاردة هنعمل مع بعض المنظم التحفة اللي انتوا شايفينه ده من حاجات المفروض ان هي بتترمي في الزبالة. عايزين تعرفوا ازاي؟ تعالوا بينا نبتدي الفيديو مع بعض واوريكم عملته ازاي. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتنا أكلات بيرو وتفعلوا الجرس، وانتوا بتدوسوا على تفعيل الجرس دوسوا على الكل علشان يوصلكوا إشعار بأي فيديو جديد ننزله. ويلا بينا نبتدي الفيديو واوريكم عملته ازاي. بلاستيك قديم مرمي، وكان عندي كمان الأدوات بتاعته كلها في البيت، ما اشتريناش أي حاجة من برّه، وفي نفس الوقت كنت محتاجة تربو للحمام، أحط فيه الشامبوهات، الكريمات، الحاجات اللي بتبقى مركونة وعاملة لنا زحمة في الحمام. قُلت ما بدهاش بقى، نجيب العدة بتاعتنا ونجرب نشوف هنعرف نعمل المنظم ده أو التربو ده والّا لأ. على فكرة هو كان سهل جدًا، كل الحكاية إن هو بيحتاج وقت مش أكتر، إنما هو في تصميمه وفي شكله أي حد ممكن يعمله، مش لازم حد يكون فاهم في إعادة التدوير وفي الحاجات دي. كل اللي أنا احتاجته جبت الصندوق ده، وكان عندي حتة قماشة كده صوف من النوع اللي بيمط، ويا ريت تكون قماشة بتمط علشان تسهل عليكِ، سواء لكرة، صوف، أي قماشة كده تكون بتروح وتيجي معاكِ، ما تكونش حاجة واقفة أو ناشفة. ومعايا طبعًا مسدس الشمع، ولازم مسدس الشمع يا جماعة عشان ما نستهلكش كمية كبيرة من الشمع. ومعايا كمان صندوق الفاكهة البلاستيك ده، أنا كنت غلّفته قبل كده، بس إيه خلاص يعني خلاص شكله قدم، والقماشة لمّا لونها أبيض بدأت تلِم أوساخ وأتربة وكده، فقُلت خلاص بقى إحنا نعمل تجديد ونستغلها كده لإن هي متينة وعريضة. وكان عندي كمان حتة فِلّة كده كنت راكناها برضه، مش باحب أرمي حاجة خالص، كُلّه بنستخدمه. جبتها وجبت المقص بتاعي وسخنت مسدس الشمع، وقلت بقى نبدأ أول خطوة إن احنا نغلف العلبة بتاعتنا أو الصندوق بتاعنا ده. هنغلفه كله بالقماشة الحمرا دي، نغطيه خالص بالقماشة الحمرا، نغطي الخلفية بتاعته الظهرية ونغطيه من جوه، نسلفنه بمعنى أصح. بصوا كأنك كده بتجلدي كشكول أو كراسة. جبت القماشة الحمرا وجبت مسدس الشمع وقصيتها على المقاس بالظبط، وهاغلّفه كلّه جوّه وبرّه. وبعد ما هاغلّفه بقى نبدأ آخر مرحلة اللي هي التزيين، وبعد كده هاورّيكم شكله في النهاية عامل إزاي. بجد يا جماعة تابعوا قناتنا، هتلاقونا منزّل لكم أفكار حلوة جدًا، جدًا هتعجبكم. تعالوا بقى نكمّل تغليف الصندوق بتاعنا عشان نعمل أحلى تربو للحمام.
نيجي بقى لآخر مرحلة في الفيديو، هي مرحلة تزيين التربو، ودي إحنا ممكن نزينها بأي حاجة موجودة عندنا عشان بس إيه، يكون في تغيير في الملامح، يكون في قبول في الحاجة لمّا بنشوفها. نفس القماشة دي كان عندي قطعة منها كده تريكو، اللي هي بتبقى شبه اللي معمولة على الإيد يعني، اللي هي الأعمال اللي بيعملوها بالميبر وبيعملوا بيها أشكال ورد ومش عارف إيه والحاجات دي. خدتها كده وقصيتها وحففتها وقُلت إن أنا هاخلّيها خلفية من فوق للتربة، أحطها من فوق، هتدّي شكل جميل كده كإنِّك فارشة مفرش بالضبط. بعد كده كان عندي كِوَر كده لونها أحمر جايباها أنا من محل الخردوات، كنت باعمل بيها توَّك أطفال، فاتبقى عندي كام واحدة كده لونهم أحمر فِل كده شكلهم جميل أوي. قُلت ما بدّيهاش بقى، أنا هاحطهم كده في النُص بالضبط فوق قطعة الفِل العريضة اللي إحنا قسمنا بيها التربو. جِبت ورداية كده كنت عاملاها برضه حطيتها في النُص، وبعد كده وزّعت الكِوَر، بس كده ما فيش أي تزيين تاني، ما حبيتش إن أنا أخلّيها زايطة أو فيها دوشة كده، حبيت أخلّيها كلّها رقيقة كده، وتعمدت إن أنا ما أدخّلش معاها أي لون تاني، لإن هي كده لون واحد كويسة أوي حلوة جدًا، وكمان هتتحط في مكان الديكور اللي فيه بيمشي مع اللون الأحمر. يعني أنا ما باحبش دوشة الألوان، كل ما كانت الحاجة بسيطة، كل ما كانت الحاجة جذابة وجميلة. ده كان شكل التربو في النهاية بعد ما زيّناه. باتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. أنا كمان هاورّيكم دلوقتي الكمية اللي شايلها قد إيه. طبعًا شايل كمية رهيبة، ممكن تستخدميه على فكرة استخدامات كتير جدًا، مش شرط في الحمام بس. أنا عملته عشان أحط فيه الشامبوهات، الكريمات، الحاجات اللي شبه كده، اللي هي بتبقى مركونة على الحوض وعاملة لنا زحمة ودوشة. إنما أنتِ ممكن تستخدميه في كذا استخدام تاني، يعني ممكن مثلًا نستخدمه كجزّامة أطفال عادي جدًا بيبي يعني نحط فيها اللكاليك والشرابات الجزم والحاجات بتاعة البيبي، ممكن نستخدمه كمنظم ميكب يتحط على التسريحة كده وتلمي فيه برفاناتِك وحاجاتِك، ممكن تستخدميه في كذا استخدام، تحطي فيه كُتب وكراريس بتاع الأولاد في المدرسة، ليه كذا استخدام. إحنا يعني باتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، ولو استنيتونا في الفيديوهات اللي جاية وتابعتوا قناتنا على اليوتيوب أكلات بيرو، هتلاقونا منزّل لكم أفكار حلوة جدًا، جدًا هتعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونشوفكم على خير في فيديو جديد.